بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا النهاردة إن شاء الله مميزة جدا. هنعمل الإكلير. هقول لكم بقى على المقادير المظبوطة عشان يطلع معاكم هش وخفيف. وأهم نقطة في الإكلير إنه يكون مفرغ من جوه. وهقول لكم كمان طريقة عمل الكريمة البسيطة جدا ومناسبة للمبتدئين، يقدروا يعملوا الخطوات بكل سهولة. وكمان طريقة التسوية المظبوطة عشان يطلع معاكم هش ومفرغ من جوه، وكمان بيكون مقرمش. نسمي الله ونبدأ كده الخطوات مع بعض. معايا كوباية من المية، ضفت عليها معلقة كبيرة من السكر وربع معلقة من الملح ونص كوباية من الزبدة. وبعد كده برفعهم على النار لحد ما يغلوا تماما. بجهز بقى الدقيق، دول كوباية بالظبط ومعلقة كبيرة من النشا. لازم ننخل الدقيق كويس عشان المكونات تبقى كده مندمجة مع بعض. وبعد كده بقلبهم، وبهدي بقى النار وببدأ أقلب العجينة بالظبط كده حوالي دقيقتين. الخطوة دي مهمة عشان في التسوية كمان في الفرن تطلع كده متحمصة ومقرمشة، وتطلع معاكم العجينة مظبوطة إن شاء الله في الفرن. بعد كده بنقلهم في طبق عشان أبردهم. وبجهز بقى البيض. أنا ضفت هنا الأول بضيف 3 بيضات واحدة واحدة. ضفت عليهم كيسين من الفانيليا، وبعد كده حسيت إن المقدار محتاج بيضة كمان فزودت واحدة. يبقى كده مجموع البيض اللي أنا ضفته لوصفة النهاردة 4 بيضات بالظبط. بس يعني ضيفيهم واحدة واحدة. كل ما تضيفي بيضة تقلبيها كويس جدا لحد ما تختفي تماما، لحد ما القوام ينعم معاكو، ويكون طبعا بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. شو بقى القوام بقى ناعم جدا، عشان طبعا احنا نعمله بكيس الحلواني يكون سهل معانا ان شاء الله. جبت بقى كيس حلواني والقمع اللي بستخدمه البلح الشام، وبدأت أضيف كده العجينة. نحاول نخرج الهواء اللي موجود في العجينة عشان ما تشققش معانا بعد كده في التسوية. بدهن الصينية بقطعة من الزبدة، يعني نحاول تكون طبقة مش كبيرة قوي. وهنبدأ بقى نشكل بالكيس زي ما احنا شايفين. بيتشكل بكل سهولة. العجينة طرية جدا. نحاول طبعا بقدر الإمكان نخلي كل المقاسات زي بعض. وببدأ كده أساوي الأطراف بإيديا، ممكن تبل إيديكي مية أو زيت. بكرر بقى، يعني المقدار ده عمل بالظبط معايا حوالي 14 قطعة. بساوي الأطراف، وبكون بقى مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. بدخل الصواني بالرف الاوسط او العلوي، وبحط طبعا صاجة الفرن زي ما انا قلت لكم قبل كده فوق الصواني عشان تاخد كده لون موحد. بعد كده بهدي درجة الحرارة لحوالي 160 او 180. طبعا انا بعامل الاكلير زي معاملة الكيك كده، يعني مش بفتح الفرن الا بعد حوالي تلت ساعة. بلاش خالص تفتحي الفرن قبل كده عشان ممكن يهبط معاكي. وبعد كده بسيبه بقى حوالي نص ساعة كمان لحد ما يتحمص تماما، عشان ما يهبطش ويبقى مفرغ زي ما احنا شايفين لما بفتح قطعة. شوفوا قلبها مفرغ تماما، مش طري. طبعا لو القلب طري مجرد ما تطلعيه من الفرن هيهبط تماما. هنبدأ بقى نعمل فتحات كده، يعني حوالي فتحتين. شوفوا سهلة جدا وانا بعمل الفتحات، لان العجينة مستوية كويس ومتحمصة والقلب مفرغ تماما. هبدأ بقى اعمل كريمة طعمها تحفة وسهل قوي. هجيب كده نص كوباية من الباستري كريم، وبعد كده ضفت عليهم كوباية من اللبن البارد وهضربهم بالمضرب. طبعا زي ما احنا شايفين القوام بيبقى تقيل شوية.
لو حبيتي تخففي القوام عن كده مفيش اي مشكلة. انا حبيت ان انا اضيف معلقة كبيرة كده من الكريم شانتيه، وعليهم حوالي 3 معالق من اللبن البارد برضو، وبدأت اضرب تاني. القوام كده بيبقى كريمي جدا وبيتقل كمان. شوفوا انا لما برفعه بالمعلقة واقلبها مش بينزل منها. ده القوام المظبوط. والكريم شانتيه بصراحة مع الباستري كريم بيدي قوام حلو قوي مع بعض كده الاتنين. هبدأ بقى احشي الاكلير. شوفوا انا لما بدخل الحشوة من الفتحة الاولى بتخرج من الفتحة التانية ازاي. ده طبعا دليل ان الاكلير مفرغ من جوه وهش جدا. شوفوا مجرد ما بضيفه في الفتحة الأولى بتخرج من الفتحة التانية. شوفوا بقى بخلص كل الكمية بكل سهولة. أنا بصراحة زودت كمية الكريمة حوالي برضو نص المقدار اللي أنا عملته. هنا بقى جبت شوكولاتة خام حوالي بالظبط كده 200 جرام، يعني قالب كده من الشوكولاتة. بدخلها الميكروويف حوالي كده نص دقيقة، وبكرر طبعا أقلبها وبدخلها تاني حوالي نص دقيقة لحد ما الشوكولاتة تسيح تماما. ممكن برضو أحطها في حمام مية. بدأت كده طبعا أزين قطع الإكلير بالشوكولاتة، وبعد ما بردت شوية بدأت كده أوزع عليها شوكولاتة بيضة. هنا بقى خلصت كل الكمية، بقسم قطعة كده بجد حلوة قوي، والعجينة هشة ومقرمشة لأن التسوية مظبوطة زي ما قلت لكم كده. اهتموا جدا بتسوية الإكلير. بتمنى بقى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي. اللي ما اشتركش في قناتي ينزل بسرعة يشترك في القناة، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان توصلكم إن شاء الله كل وصفاتي الجديدة أول بأول. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.